بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مشكلة الزراير اللي بتبقى معلقة، يا اما مش شغالة يا اما معلقة. يعني تخيل مثلا هنا الزرار ده كده، احنا هنظبط الوقت مثلا، ندوس هنا عشان نظبط كده. شايفين علق ازاي؟ مهما نعمل كده في تعليق. تمام، دي مشكلة الساعة ديت، فهنحل المشكلة دي سوا. اول حاجة هنجيب حاجة رفيعة عشان نفتح الساعة من هنا. ده الكلام ده لو الساعة الكاسيو اللي معاك نظام قفل مقفول. لو نظام قفل مفتوح انت مش مضطر تعمل الحركة دي. سوسته اصلا بايظة، ما علينا. نجيب حاجة مثلا كده، او لو هنفك على قطن يعني على قماش او ما شابه، نحط كده. ونفك كده. مش عارف اتعامل طبعا، الموبايل في وشي. اول مسمار زي كده، شوف بس حاجة احط فيها المسامير ديت. وتاني مسمار. كل اللي محتاجينه لو عندنا برفان اي حاجة، او اغلبية البيوت دلوقتي فيها الكحول الطبي، يبقى كويس ان احنا ننضف بيه مكان الزرار او الزر اللي هو بيعلق معانا يعني. نشيل دي كده ونشيل دي كده. ده الجوان، خلينا محافظين مكانه ازاي. يعني بصوا، الجزء ده هو اللي فوق، والجزء اللي فيه شغل هو اللي تحت، اللي هو اللي فيه حواف. ده فيه حواف داخلية، ده اللي تحت. تمام، دلوقتي بقى نشوف بقى المشكلة بتاعتنا. مشكلتنا كانت مع الزرار ده. تعال نبص من جوه. تمام، الزرار ده بيعلق، غالبا بيبقى داخله تراب او ما شابه، مع المية بيبقى عامل معانا الرخامة دي. هنجيب حبة كحول ونحط على مكان الزرار زي كده. نقعد بقى ايه، نطلع الزرار وندخله. تمام، فاهمني؟ كده وكده، كده وكده. المهم ان احنا نركز بس الكحول على مكان الزرار، عشان برضو الكحول بيفك اي لزق. كده لحد ما ايه، نضمن ان الكحول بتاعنا نغلغل جوه الايه، الزرار. في طريقة تانية بس انا برضو ايه مش عايز اقولكم عليها. احنا بنفك اصلا الابزيم ده، شايفينه؟ ونطلع الزرار وننضف مكانه ونحطه تاني. بس الموضوع ده صعب شوية، وانا يبقى حرام عليا لو قلت لكم اعملوا الطريقة ديت، لاني هتبوظوا الظرف عشان ايديكم مش واخدة على الشغلانة دي. احنا ياما في بدايتنا بوظنا حاجات، لكن احنا بيبقى ايدينا تحت ايدينا طبعا العدة، وتحت ايدينا قطع الغيار لو حاجة باظت احط حاجة بدلها. لكن انا بكلمكم عن طريقة تنفع معاكم.
تبقى سهلة عليكم يعني. بعد ما نضمن ان احنا حركنا الزرار كذا مرة وحطينا الكحول كده وظبطنا الدنيا، شوف برضو نأكد على التانيين. نمسح بقى مكان الكحول اللي احنا عملناه، شوف بس منديل او اي حاجة ونمسح المكان بتاعنا كده. تمام، نبدأ نركب الحاجة، بس قبل ما نقفل بقى هنأكد ان احنا شغلانتنا او الشغل اللي عملناه تمام. اول حاجة نركز على الساعة تبقى بالظبط، يعني ده ال12 ال11 الساعة مظبوطة، نحطها كده بالاتجاه ده. تمام، زي كده. كده احنا جبنا دي، ندوس بقى على زرار تظبيط الوقت، بس نجيب على الساعات. شايفين الزر ظبط ازاي؟ دوسة بدوسة. دلوقتي بقى نقفل الساعة، نركز طبعا على مكان. أول حاجة نشوف الجوان، تمام. بعد كده ادي بس ايه عشان نربط عليه. بعد كده نركز ان الدايرة دي تبقى عند الحز ده عشان يدي معانا صوت الجرس. تمام، نبدأ بقى نربط. كده انا ما بعرفش اتعامل اصلا وانا بصور، بس عشان برضو توصل لكم المعلومة كده. اشبط بس المسامير عشان اقفل لكم الفيديو ورجعنا ايه اربط عليهم كويس بنفسي. كده تمام. شوف الصوت اشتغل ازاي، عشان ايه ركز دايما في حوار الزرار اللي هو اللي احنا عملناه هو ده.
هنشتغل معانا ازاي مظبوط من غير اي تعليق. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا.